خلاص خلصنا الامتحانات، اخدنا اجازة نص السنة، عايز تتفسح فسحة حلوة وكمان تعرف معلومة مفيدة؟ اوري لك اماكن تقدر تفسح فيها ولادك وانت مطمن وكمان يتعلموا تاريخ بلدهم. لو حضرتك مهتم بالاماكن الجميلة في مصرنا الحبيبة وعايز تعرف تتفسح فين، اشترك معانا في القناة، فعل زر الجرس على الكل علشان يصلك اشعار بالاماكن الجديدة، لايك وقول لي في التعليقات حضرتك كنت اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. وفسحتنا النهارده في متحف المجوهرات الملكيه في محافظه الاسكندريه، هحكي لك حكايته، هقول لك التركايه اللي فيه. معاكم اخوكم مراد محمود، ويلا نبدا. في البداية هي أرخص فسحة في اسكندرية 5 جنيه بس لو حضرتك طالب، و20 جنيه للمصري. متحف المجوهرات الملكية بمنطقة زيزينيا بالاسكندرية يسمى قصر المجوهرات، وعبارة عن جناحين شرقي وغربي وبيربط بينهم الممر اللي حضراتكم شايفينه ده، وكل جناح عبارة عن دورين وبدروم. قبل حضرتك ما بتدخل المتحف لازم بترتدي واقي للقدم للحفاظ على أرضية المتحف الأثرية وهي من الباركيه. المتحف عبارة عن قصر بدأت بناؤه السيدة زينب فهمي زوجة الأمير علي حيدر حفيد محمد علي سنة 1919، وكملته من بعدها ابنتها الأميرة فاطمة. اتحول لمتحف سنة 1986 ومساحته 4185 متر، مبني على الطراز الأوروبي واشتهر بزخارفه المبهرة. الأسرة العلوية أسسها الوالي محمد علي، أصولها ألبانية، وحكمت مصر 150 سنة من سنة 1805 إلى 1914 باسم العثمانيين، ومن 1914 ل 1922 بحماية بريطانية، ومن 1922 أعلن الملك فؤاد الملكية بمصر وحتى ثورة 1952. بيعرض المتحف مجموعة من المقتنيات الملكية من مجوهرات ونياشين وقطع تذكارية خاصة بأفراد الأسرة المالكة في مصر، بداية من مؤسسها محمد علي وحتى الملك فاروق. ومن أشهر القطع الأثرية في المتحف قلادة الوالي محمد علي مكتوب عليها اسمه، وفي الصورة دي بيظهر الملك فاروق وهو يرتديها. كمان شطرنج من الذهب مرصع بالماس تم إهداؤه للملك فاروق من ولي عهد إيران بمناسبة زواجه من الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق سنة 1939. طبعا القطع دي تم مصادرتها من أفراد العائلة المالكة بعد ثورة 23 يوليو 1952. القصر يعتبر تحفة معمارية فريدة وتم زخرفته بوحدات فنية مميزة، وده بينعكس على الزخارف الجميلة سواء في جدران القصر أو الأسقف أو النوافذ الزجاجية الملونة، واللي ألوانها لسه واضحة وعايشة لحد دلوقتي بعد أكتر من 100 سنة من رسمها. واللي قدام حضراتكم في الصورة ده مطبخ القصر، واللي باين عليه مدى الفخامة والفن في تصميمه. طبعا الحمام الرئيسي للقصر حوله الفنان الإيطالي أنطونيو لاشياك من مجرد حمام عادي لتحفة معمارية، فزين جدران الحمام بلوحات فنية من الأساطير الرومانية، وكمان الزجاج الملون والمعشق. أما الأرضية فصنعها من الموازيك بشكل وحدات هندسية منتظمة ومحاطة بالزخارف النباتية، وتم كساء الأرضية دي بقشرة الذهب، وعلشان كده تم عمل كوبري معلق من الزجاج زي ما حضراتكم شايفين كده يسمح بمرور الزائرين عليه ويسمح بالحفاظ على الأرضية الأثرية. المجوهرات دي قام بتصميمها أكبر مصممين في أوروبا لتتزين بها أفراد العائلة المالكة وتعكس مدى الفخامة ومدى الذوق المبهر. يضم المتحف 11500 قطعة أثرية تخص أفراد العائلة المالكة. تم تقسيم المتحف إلى 10 قاعات يتم عرض فيها مجموعات من التحف والمجوهرات. في مجموعة نادرة تخص الوالي محمد علي، ومجموعة تخص الأمير توفيق،
ومجموعة تخص الخديوي سعيد، ومجموعة للملك فؤاد ودي اللي فيها تاج من البلاتين والماس والبرلنت خاصة بزوجته الأميرة شويقار بنت الأمير إبراهيم فهمي باشا وهي من العائلة المالكة. في قاعة مخصصة لعرض كاسين، واحد منهم عليه مناظر سياحية من أرض مصر، تم إهداؤه للملك فؤاد بمناسبة المسابقة العالمية للدعاية السياحية اللي أسسها سنة 33. والكاس التاني من الذهب على شكل شعلة مربعة عليه اسم الملك فاروق الأول بمناسبة فوز مصر في السباق السياحي العالمي. أما المقتنيات دي فخاصة بالنبيلة ملك بير توسن زوجة الوالي سعيد باشا. وفي قاعة لعرض مقتنيات صفيناز ذو الفقار الشهيرة بالملكة فريدة زوجة الملك فاروق، من ضمنها التاج اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي، واللي ولدت في الاسكندرية في حي جناكليس، وكان خالها الفنان الكبير محمود سعيد اللي نمى فيها موهبة الرسم، فكان ليها معارض فنية كتير في مختلف دول العالم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. ومجموعة مقتنيات خاصة بالأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق الأول، مجموعة خاصة بالملك فاروق وزوجته الملكة نريمان، ومجموعة الملكة نزلي زوجة الملك فؤاد أم الملك فاروق والأميرات فوزية وفايزة وفيئة وفتحية. الصينية اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي تم إهدائها للملك فاروق من 126 باشا مكتوب أساميهم تحت الصينية بمناسبة زواجه من الملكة فريدة من الذهب الخالص، وده كمان طقم قهوة ملكي خاص بالملك فاروق. طقم مشروبات من الذهب عبارة عن صينية ذهبية وأربع زجاجات كريستال، والزجاجة الخامسة من الذهب عليهم الأحرف الأولى لفاروق وفريدة، ووزن الذهب فيهم 6 كيلو. أدوات مكتب من العاج والذهب، ومجموعة من الساعات النادرة منها ساعة للوالي محمد علي باشا. المتحف كله مبهر ورائع سواء على مستوى القطع النادرة الجميلة اللي ذوقها وتصميمها زي ما قلنا من أفضل المصممين في أوروبا، أو على مستوى الزخارف والرسومات والإنشاءات في القصر نفسه. علشان كده بتمنى إن حضرتك تيجي تزور المكان بنفسك وتستمتع بيه ويكون ليك صورة فيه، وخصوصا إن المكان مناسب جدا لجميع أفراد الأسرة، وزي ما قلنا لحضراتكم إن سعر التذكرة بسيط. شرفت جدا بحضراتكم في الحلقة النهاردة، ويا رب تكون عجبتكم ونكون استفدنا مع بعض وحاولنا نقدم معلومة جديدة ومفيدة عن تاريخنا وتاريخ بلدنا. يا ريت دلوقتي بقى تشرفني بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس على الكل علشان يصلك كل جديد، لايك وقول لي في التعليقات حضرتك كنت اللايك رقم كام علشان نعرف بعض، وشكرا ليكم.